في تونس مازالت فما فرص ومازالت فما الخدمة، اللي يحب يخدم يتعب شوية يتعب شوية يلقى. تعملت على ربي نخدم تقريبا في 7 من الناس، ابار لي كوليكتور صغار اللي يجيبوا يعني لبرا تقريبا فما يجي 100 ولا 150 واحد. محمد الدالي بوعزيزي، اصيل ولاية سيدي بوزيد. قريت في السونتر بلاسترجي تاع سوس. في الدوبي نتاع 2020 بدات الكورونا وتسكرت البلاد الكل، ما فما حتى شيء باش نجم تخدم. تفكرت شنو باش نعمل دخلت في دومين الريسكلاج. دومين الريسكلاج عاونوني المره الاولى شويه، لكن الناس كلها كيف جات الكورونا الناس كلها ولات لاهيه في رواحها، ما عادش الناس كلها. بقى لي الحل الوحيد التجأت الأنظى. الحقيقه بارك الله فيهم. وقفوا معايا، خذوا الفكره يعني، تحمسوا لها. ما بطاوش عليه، فيسا عطاوني. بديت بماكينه المره الاولى وتوكلت على ربي. في تقريبا 5 اشهر ولا 6 اشهر قلت لهم نحب نعاود القرض، نخلص الفلوس هيك ونعاود القرض الجديد. قالوا لي مرحبا بك، ما فما حتى مشكله يعني. لقيت استقبال جيد. وتوكلنا على ربي. عاودت بالقرض الثاني، زدت عاودت هبطت شويه ماتريال. خذيت الكاميون وهيك وقعد كل مره زدت. وصلت لمرحله اخرى حبيت نزيد نكبر، حولت للبلاصه هذه. كنت في معمل صغير، حولت للبلاصه هذه. كبرت بشويه خذيت القرض الثالث. الحقيقه حل لي جوانحي بالباهي. تعملت على ربي نخدم تقريبا في 7 من الناس ما شاء الله. هذوما المباشرين يعني الموجودين في المعمل، ابار لي كوليكتور صغار اللي يجيبوا يعني لبرا تقريبا فما يجي 100 ولا 150 واحد. في تونس مازالت فما فرص ومازالت فما الخدمه، اللي يحب يخدم يتعب شويه يلقى. موجود الافكار وموجود الدعم. يبدا الواحد بشويه حتى فما بالتوك توك، فما بحاجات صغار موتور وقاعد يعيشوا عائلات وكارين وواحد. اهم حاجه هي المبادره. اي واحد عنده فكره يتوكل على ربه.